الإعلام الجزائري والعربي الساحة الرياضية مع بحثها عن خلفاء المدرب جمال بلماضي الذي ودع المنتخب الجزائري بعد فترة استثنائية استمرت 5 سنوات. ومع مرور الكرة الجزائرية إلى مرحلة جديدة، تبرز أسماء عديدة تتنافس على مساحة التدريب الوطني. بينما يربط البعض الآمال بالمدرب الفرنسي هيرفي رونار الذي يتولى حاليا تدريب منتخب فرنسا للسيدات، يعتبر آخرون أن ارتباطه بتلك المهمة يجعله غير قابل للتواجد في الوقت الحالي. وفي هذا السياق يبرز اسم وحيد خليلوزيتش المدرب الفرنسي من أصل بوسني الذي قاد المنتخب الجزائري إلى أدوار متقدمة في كأس العالم عام 2014. ومن بين الأسماء المطروحة يتصدر زين الدين زيدان المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية القائمة، حيث ترددت أنباء عن استقرار رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم على اسمه كخيار ممكن. وتعكس هذه التحركات توجها جديدا للكرة الجزائرية مع تطلعات الجماهير نحو مستقبل مشرق يعيد للمنتخب الجزائري مكانته وبذلك النجاح المنشود على الساحة العالمية.